مشاهدينا في كل مكان، سعدتم أوقاتا. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إرتيا، نسهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. تنظيم محاضرة حول استخدام المضادات الحيوية في مديرية صنعاء. خبير تنمية النباتات في مديرية عتكريزان يدعو للإسراع في عملية الحصاد. تنظيم دورات تدريبية ل 500 امرأة في إقليم عنسبة. تركيا وأوكرانيا تؤكدان ضرورة استئناف المفاوضات مع روسيا. لندن تحذر بوتين بعد رصد سفينة روسية في المياه البريطانية. وباكستان تعلن مقتل عشرات قرب حدودها وتتهم الهند بدعمهم. أهلا بكم. نظمت محاضرة حول مقاومة المضادات الحيوية واستخدام المضادات الحيوية في مديرية صنعاء، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمقاومة المضادات الحيوية. وأوضح مسؤول الخدمات الصحية السيد أسير الأزهر في المحاضرة التي قدمها لموظفي المؤسسات الحكومية والجهات المعنية يوم 18 و19 من نوفمبر الجاري، أوضح أن عواقب تناول المضادات الحيوية دون وصفة طبية من طبيب متخصص وإهمال الأدوية تناولها غير الضروري يعرض صحة المتناول إلى الخطر، موصيا الجميع لاتباع الإرشادات الطبية التي يقدمها المهنيون حول طرق التناول والحفاظ على أدوية المضادات الحيوية. وذكر أن مقولة مرضي خفيف دون علم المختصين في المجال الصحي تجنب تناول الأدوية غير وصف طبي والتعود على استشارة المختص قبل استخدام الأدوية المقدمة من قبل الأقارب أو الأصدقاء. وحث الصيدلاني سجاي ولد جبرائيل المواطنين على الوعي في هذا الأمر وتوخي الحذر، لأن الاستخدام غير الآمن للمضادات الحيوية قد يؤدي إلى ظهور مقاومة معاكسة للجسم. وأشار البيطري زال سناء التخلي بدوره إلى الجدية في استخدام المضادات الحيوية، لأن الإهمال وسوء استخدام المضادات الحيوية له عواقب وخيمة على صحة الثروة الحيوانية. هذا وأن وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الزراعة ووزارة الأراضي والمياه والبيئة وبعثات الأمم المتحدة في إرتريا تقيم حملات بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمقاومة المضادات الحيوية اعتبارا من 17 وحتى 24 من نوفمبر الجاري تحت شعار فلنعمل اليوم لضمان فعاليات المضادات الحيوية مستقبلا. دعا خبير تنمية النباتات السيد كوهب قيتوم المزارعين في مديرية عتكريزان إلى الإسراع في حصاد مزارعهم توخيا أضرار الأمطار التي تهطل في وقت متأخر. وأفاد بأن المديرية شهدت هذا العام زرع مساحة 803 هكتار بالذرة و214 هكتار بالذرة الشامية و836 هكتار بالشعير و1239 هكتار بالقمح و153 هكتار بالفول المصري و180 هكتار بالحمص و224 هكتار بالكتان وأكثر من 66 هكتار من الأنواع الأخرى. وفيما يتعلق بهطول الأمطار أشار إلى تسجيل 670 ملم أمطار في دكمحر في 29 يوما و632 ملم في عتكريزان في 41 يوما و321 ملم في شندوة في 17 يوما، موضحا بدء هطول الأمطار في موعدها واستمرارها جيدا حتى شهر سبتمبر. ودعا المزارعين إلى اتباع التنويع الزراعي واستخدام بذور مختارة والمحافظة على المياه والتربة. من جانبهم أعرب المزارعون عن أملهم في تحقيق إنتاج وفير نتيجة دعم وزارة الزراعة بالبذور والاستشارات المهنية، بالإضافة إلى فصل خريف ماطر وجهودهم الشخصية. نظم فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإرتريا في إقليم عنسبة تدريبات مهنية مختلفة لأكثر من 500 عضو هذا العام بهدف تمكين النساء والاكتفاء الذاتي اقتصاديا دون الاتكالية، وذلك خلال التقييم الذي عقد يوم 18 و19 من نوفمبر الجاري.
وتضمنت التدريبات التي أجريت بالتعاون مع الشركاء في مديريات هبر وحمل مالو وكرن وعلا برعد وقلب وعتكريزان صناعة الحرف اليدوية وتصميم الأزياء والخياطة والتطريز وتربية النحل والدواجن والطهي وفقا للتقارير المقدم. بالإضافة إلى ذلك تم تنفيذ حملات توعوية ناجحة لضمان صحة الأم إلى جانب أنشطة الحفاظ على المياه والتربة وضمان الصرف الصحي البيئي على مستوى التنظيمات. وطرحت المشاركات معالجة عدم تجمع القرى وحل مشاكل النقل وتعزيز مشاركة لجنة أصدقاء اتحاد المرأة في الأنشطة التي يقوم بها الاتحاد. وذكرت مسؤولة الفرع بإقليم عنسبة السيدة آمنة حسن في كلمتها الختامية، ذكرت أن العمل يتم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتنمية المرأة ورفع وعيها إلى جانب عملية تمكينها مهنيا واقتصاديا. عقد القائم بأعمال سفارة الإريتريا في الولايات المتحدة الأمريكية السيد برهان قبرهوى سيمينارا يوم 16 من نوفمبر للإريتريين المقيمين في سياتل وضواحيها. وأوضح بأن العديد من الدول تبدي الآن استعدادها للشراكة مع إريتريا لتحقيق المصلحة المشتركة، وذلك نتيجة لتصدي الشعب الإريتري القوي وحنكة الحكومة والجبهة وبسالة الجيش، داعيا المواطنين المقيمين في الخارج لتعزيز صفوفهم وزيادة مشاركتهم الفعالة. وذكرت مسؤولة الشؤون العامة والمجتمعية السيدة حدنت قالت الخطط الرامية إلى توسيع منظمات الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة وتقوية الدبلوماسية الشعبية وتحسين الخدمات المجتمعية. وتم الإشارة في الاجتماعات التي عقدت مع مسؤولي اللجنة الوطنية والاتحاد الوطني للمرأة الإريترية إلى الأعمال المرضية المنفذة هذا العام. في غضون ذلك أجرى المدير العام لقسم الدوائر في وزارة الشؤون الخارجية السفير ستيفانوس هبتماريام أجرى لقاء مع قيادات المنظمات الوطنية في جدة بالمملكة العربية السعودية. وأشاد السفير ستيفانوس بدور المنظمات الوطنية بالمشاركة القوية في البرامج الوطنية، وقدم توضيحا حول برامج التنمية الوطنية والتطورات الإقليمية والعالمية. نظم فرع الكونفدرالية الوطنية للعمال في الإقليم الجنوبي دورة تدريبية ل70 من قيادات النقابات العمالية في مديريات دكمحرة ومندفر وسجنيتي ودبار وعدخالة. ركز التدريب الذي أقيم في مندفر يوم 11 و12 من نوفمبر وفي دكمحرة يومي 14 و15 من نوفمبر، ركز على المفاهيم الأساسية للقيادة والإدارة وأساليب حل النزاعات في مكان العمل وأهمية التنظيم وإرشادات قانون العمل والسلامة والصحة في مكان العمل. ونصح السيد أبراهام برخات ومآذى ميكائيل من المشرفين على الدورة التدريبية، نصحا النقابات باتباع النهج العلمي، مشيرين إلى برامج العمل التي يتم تنفيذها وفقا للنظرية الأساسية للإدارة والقيادة، حيث ظل تساهم بشكل كبير في ضمان الاستخدام الفعال للموارد وتحقيق أهدافها. وأشار إلى أن تقوية التنظيم العمالي أمر ضروري لزيادة إنتاجية العمال ومساهمتهم، مذكرين بأهمية تنظيم العمال لتحقيق الرؤية المشتركة. وناقش المتدربون المهام التي يجب تنفيذها لتوسيع تنظيمات العمال وحماية سلامة وصحة العمال. وقال رئيس الكونفدرالية الوطنية للعمال فرع الإقليم الجنوبي السيد تغسي محرة أبه، قال إن الكونفدرالية تعمل على توسيع أنشطتها لتعزيز القدرة المهنية للعاملين في الإقليم. دعا الاجتماع الذي عقد في فرو يوم 15 من نوفمبر إلى تعزيز المشاركة المجتمعية لمكافحة العادات الضارة عامة وختان الإناث والزواج القاصرات خاصة. وقدم مسؤول المؤسسات الصحية في المديرية الممرض محاري قال أب في الاجتماع الذي حضره مسؤولي إدارات الضواحي ورجال الدين وممثلي الشعب من 15 إدارة الضاحية، قدم توضيحا حول ختان الإناث وأضراره وفيروس الكبد الوبائي والمصاعب الصحية الأخرى، وناشد إلى العمل المشترك لمكافحتها. وذكرت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة في المديرية السيدة فطومة عثمان الأضرار الكبيرة التي يلحقها الختان وزواج القاصرات بالمرأة، مناشدة الأعمال الفعالة لمكافحته ورغم النتائج المرضية التي تحققت يحصل ذلك. وقال قائد شرطة مركز فرع الملازم تخصي قبرهوته إن العادات الضارة بالمرأة تعرض للمساءلة القانونية. وطالب الاجتماع إلى القيام بأنشطة التوعية حتى مستوى القرية والمتابعة الجادة من إدارات الضواحي للسيطرة على زواج القاصرات.
وأوضح مسؤول الخدمات الاجتماعية السيد زرزكي نماريان في ختام الاجتماع بأن دور ومساهمة المجتمع كان هاما في أنشطة مكافحة العادات الضارة ويجب الدفع به قدما. نفذت سلطة الغابات والحياة البرية في إقليم الشمال البحر الأحمر حملات لرفع مستوى الوعي العام بشأن الحفاظ على الغابات وإثراء الحياة البرية في 17 إدارة الضاحية تابعة لمديرية قندع يوم 14 و15 من نوفمبر الجاري. وأفاد ممثل سلطة الغابات والحياة البرية النقيب سلمون هيلم أن معظم المحميات الوطنية المحظورة في الإقليم تقع في مدينة قندع. وذكر الإدارات المحلية والسكان بشكل عام بضرورة التكثيف بيقظتهم للحد من أعمال التخريب والتدمير التي تحدث بين الحين والآخر. وقال ممثل السلطة في المديرية السيد محمد مندر أنه في حين أن الوعي المجتمعي في مستوى أفضل، فإن الجهود المتضافرة لجميع الجهات المعنية ضرورية في تقديم المخالفين إلى العدالة. وطرح المشاركون في الختام الدفع بمثل هذه الحملات إلى الأمام لما لها من أهمية كبيرة، وكذلك ضرورة إيجاد حلول لأن الافتقار إلى مصادر بديلة للطاقة المنزلية والذي أصبح السبب الرئيسي لقطع الأشجار في الوقت الراهن. في غضون ذلك كرم مكتب التعليم بمدينة قندع 15 طالبا حصلوا على ما بين 90% و100% علامة في الامتحان الوطني للصف الثامن للعام الدراسي 2024-2025. مشاهدينا، كانت هذه حصيلة الأنباء على الصعيد المحلي. فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. أكدت تركيا وأوكرانيا أهمية استمرار المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات وتحقيق السلام العادل والدائم. وشدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عقب مباحثاتهما في أنقرة، شدد على دعم تركيا لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها. وقال إردوغان إن محادثات اسطنبول بين روسيا وأوكرانيا تمثل منعطفا مهما في الجهود الدبلوماسية في وقت تتفاقم فيه الآثار المدمرة للحرب، ونعتقد أنه من المفيد تنفيذ عملية اسطنبول بشكل شامل وبطريقة تعالج المشاكل الحادة. وأشار زيلينسكي إلى أن بلاده تواصل تعزيز قدراتها العسكرية وأنه يتفق مع دعوة الرئيس التركي لوقف إطلاق النار واستئناف مفاوضات السلام على أن تكون هناك ضمانات قوية لما يتم التوصل إليه. حذر وزير الدفاع البريطاني جون هايلي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد رصد سفينة عسكرية روسية في المياه البريطانية للمرة الثانية هذا العام. وأعلن وزير الدفاع في مؤتمر صحفي أن بلاده تتابع التحركات الروسية بدقة، مؤكدا رصد الأنشطة المرتبطة بسفينة يانتار. وأوضح أن المعلومات المتوفرة لدى الوزارة تشير إلى احتمال توجه السفينة جنوبا خلال الأسبوع الجاري، مشددا على جاهزية القوات للتعامل مع أي تطور. وأوضح هايلي أن سفينة يانتار باتت متمركزة عند تخوم المياه البريطانية شمال اسكتلندا، وأنها وجهت أشعة الليزر نحو طياري سلاح الجو الملكي البريطاني الذين كانوا يراقبون أنشطتها. كان هايلي قد حذر بوتين في يناير الماضي بعد اكتشاف البحرية الملكية البريطانية سفينة التجسس الروسية هذه في المانش ثم في بحر الشمال، حيث نشرت سفنا لمراقبتها. أعلنت قوات الأمن الباكستانية أنها قتلت 23 مسلحا في عمليتين بالقرب من الحدود الأفغانية، وذلك بعد أسبوع من تفجير انتحاري أسفر عن سقوط 12 قتيلا في إسلام أباد، وتبناه فصيل مرتبط بحركة طالبان الباكستانية. وقالت القوات المسلحة في بيان إن المسلحين ينتمون إلى الحركة أو مجموعات مرتبطة بها، متهمة الهند بدعمهم وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وأوضح الجيش الباكستاني
أن العمليتين جرتا في منطقة كوران بإقليم خيبر بختانخوا، حيث ينشط التمرد المسلح عبر الحدود، وتفاقم منذ عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان عام 2021. وتتهم إسلام آباد كابل بإيواء جماعات مسلحة، خصوصا حركة طالبان الباكستانية التي تنفذ هجمات دامية في باكستان وتنفي أفغانستان والهند هذه التهم. الخبر الأخير في هذه النشرة: هذا جبل سيميرو جاوا الشرقية مجددا إثر ثورانات جديدة قذفت رمادا ساخنا وسحبا سريعة الحركة على سفوحه، إذ امتدت التدفقات الرئيسية حتى 7 كيلومترات، وارتفع عمود من الرماد إلى ارتفاع 2 كيلومترين في السماء وفق وكالة الجيولوجيا في إندونيسيا. ورفع مستوى التأهب إلى أقصى درجة بعد عدة انفجارات خلال فترة بعد الظهر. ونقل أكثر من 300 شخص من القرى الأكثر عرضة في لوماغانغ إلى مراكز إيواء، فيما خيم دخان كثيف على المنطقة. ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا، لكن ذكريات ثوران عام 2021 الذي أودى بحياة العشرات ودمر آلاف المنازل لا تزال تثقل كاهل السكان. مشاهدينا، نختم نشرة هذه الفترة بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. تقديم محاضرة حول استخدام المضادات الحيوية في مدينة صنعاء. خبير تنمية النباتات في مدينة عتكلزان يدعو للإسراع في عملية الحصاد. تنظيم دورات تدريبية ل 500 امرأة في إقليم عنسبة. تركيا وأوكرانيا تؤكدان ضرورة استئناف المفاوضات مع روسيا. لندن تحذر بوتين بعد رصد سفينة روسية في المياه البريطانية. وباكستان تعلن مقتل العشرات قرب حدودها وتتهم الهند بدعمهم. سادتي سيدات، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية نشرة هذه الفترة. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.